كنوز الأعماق، معجزة اللؤلؤ. في قلب المحيط الشاسع، حيث تلتطم الأمواج وتتعانق المياه، كان الجد راشد يبحر بمركبه الصغير مع حفيده الصغير جمان. كان البحر هادئا كمرأة تعكس عظمة الخالق. بدأ الجد حديثه بصوت وقور: يا بني، انظر إلى هذا البحر العظيم، لقد جعل الله فيه أسرارا لا تحصى. وقال في كتابه الكريم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. كان جمان يصغي بقلبه قبل أذنيه، متأملا زرقة المياه التي تخفي تحتها عوالم من العجائب. غاص جمان بخياله تحت الأعماق، متسائلا كيف يخرج الحلي الثمين من وسط الرمل والماء المالح. أخبره الجد راشد عن معجزة المحارة، تلك المخلوقة الصغيرة التي تستقبل حبة رمل غريبة، وبدلا من أن تتأذى تغلفها برفق بطبقات من اللمعان بأمر الله، حتى تتحول إلى لؤلؤة فريدة. قال الجد: إنه تدبير الخالق يا جمان، الذي جعل من الضعف قوة ومن الألم جمالا، فسبحان من قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فجأة استخرج الجد من شباكه محارة قديمة وبيدين خبيرتين فتحها أمام عيني جمان. انحبست الأنفاس حين ظهرت لؤلؤة بيضاء ناصعة تتلألأ كأنها قطعة من القمر. هسس الجد بخشوع: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. انظر يا بني، كيف سخر الله لنا هذا البحر لنستخرج منه زينة نلبسها ورزقا نقتات منه. إنها معجزة تتكرر كل يوم تحت الأمواج، لتذكرنا بجمال صنع الله ودقة تدبيره في كونه الفسيح. مع غروب الشمس واصطباغ السماء باللون القرمزي، عاد راشد وجمان إلى الشاطئ محملين باليقين قبل اللؤلؤ. أدرك جمان أن أعظم كنز اكتشفه اليوم ليس تلك الجوهرة، بل هو استشعار عظمة الله في كل ذرة رمل وكل موجة بحر. والآن يا أصدقائي، هل تأملتم يوما في عجائب خلق الله من حولكم؟ لا تنسوا أن تسبحوا بحمده دائما. للمزيد من القصص الملهمة التي تأخذنا في رحلات إيمانية وشيقة، لا تنسوا المتابعة والاشتراك في قناتنا لتكونوا جزءا من مغامراتنا القادمة.